بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكل جمهور الأهلي السعودي الراقي الملكي. معاكم أحمد خالد وبرنامج خليك في الملعب. معانا تفاصيل وأخبار ومواضيع مهمة جدا هنتكلم ونتناقش فيها بمنتهى الدقة والموضوعية. بس قبل ما ندخل في التفاصيل يا صديقي العزيز، صوتنا مش هيوصل لكل محبي وعشاق الأهلي الراقي الملكي إلا بدعمك لينا وتشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو علشان نستمر في الدفاع عن حقوق الأهلي. كمان فعل زر الجرس علشان يجيلك كل جديد، وعلشان بفضل الله تدعمني ان انا اقدم المزيد. كمان ما تنسوش اهم حاجة انكم تذكروا الله وتصلوا على النبي. اول موضوع معانا عن معسكر الفريق التحضيري بالنمسا، حيث شهد المعسكر تألق واضح لياسين الزبيدي، وقد أثنى مدرب الفريق ماتياس سيسلا على أداء اللاعب. في الحقيقة الأهلي يمتلك مجموعة من العناصر الشابة الرائعة جدا التي تستحق الحصول على فرصة بشكل كامل، ومن ضمن هذه العناصر ياسين الزبيدي. فوجود ياسين في مركز المحور مكسب كبير للأهلي في ظل سنه الصغير وعدم قدرة محمد المكحت على المشاركة في كافة المباريات. إعارة ياسين إلى نادي الأخدود أضافت له الكثير، واستطاع تسجيل هدفين والحصول على تقييم 7.1 في ظل مشاركته في 12 مباراة فقط مع نادي الأخدود. أما فيما يخص السبع لاعبين المحليين الذي يحتاج الأهلي إلى رحيلهم بعد قرار تقليل قوائم الفرق إلى 25 لاعب فقط، أنا من وجهة نظري يخرجوا على سبيل الإعارة، ومن يثبت نفسه يعود مرة أخرى للأهلي. الموضوع اللي معانا بعد كده عن فيكتور أوسيمين، حيث ذكر موقع فوتبول إيطاليا أنه كان من المتوقع أن يتواجد فيكتور أوسيمين على مقاعد بدلاء نابولي خلال ودية جيرونا. وأكدت العديد من التقارير الصحفية أنه قد يكون الظهور الأول لأوسيمين مع نابولي، لكن كونتي قرر استبعاد اللاعب ليغيب عن المباراة الرابعة على التوالي. كما أكدت تقارير إيطالية أن مدرب نادي نابولي كونتي يريد التعاقد مع لوكاكو ولا يريد استمرار فيكتور أوسيمين. كما ذكر الصحفي فابريزيو رومانيو أن إدارة نادي نابولي بالتنسيق مع فيكتور أوسيمين يعمل على إيجاد حل لرحيل اللاعب، مؤكدا أن كونتي لا يريد استمرار اللاعب مع نابولي. جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان أبرز الأندية التي كانت تصارع الأهلي على التعاقد مع فيكتور أوسيمين قد انسحب من الصفقة بسبب عدم رغبة مسؤول النادي الفرنسي في دفع الشرط الجزائي المقدر ب 120 مليون يورو. ومن جانبه فيكتور أوسيمين يريد أيضا الرحيل عن نادي نابولي بسبب عدم تقارب وجهات النظر مع كونتي، ويرى اللاعب أن انتقاله إلى باريس سان جيرمان مسألة وقت رغم توقف المفاوضات منذ فترة. جدير بالذكر أنه في وقت سابق لجنة الاستقطابات برئاسة الأستاذ سعد اللذيذ فاوضت نادي نابولي من أجل الحصول على خدمات فيكتور أوسيمين لنادي الهلال، وقد تم عرض مبلغ 140 مليون يورو على نادي نابولي، لكن النادي الإيطالي رفض العرض المقدم وطلب الحصول على 200 مليون يورو. حاليا نادي نابولي خفض مطالبه ل 120 مليون يورو مقابل الاستغناء عن خدمات فيكتور أوسيمين لعدم رغبة كونتي استمرار اللاعب. مسؤول الأهلي طالبوا لجنة الاستقطابات بالتعاقد مع فيكتور أوسيمين أكثر من مرة، ولجنة الأهلي الفنية لديها اقتناع تام بإمكانية اللاعب، لكن لجنة الاستقطابات حتى الآن لم تتدخل لحسم صفقة فيكتور أوسيمين للأهلي، رغم أن لجنة الاستقطابات قادرة على حسم الصفقة بكل سهولة. وما يحدث في نادي الاتحاد أكبر دليل حتى لو كان تدخل من لجنة الاستقطابات بطريقة غير مباشرة. أنا من وجهة نظري لو المفاوضات لصالح الهلال أو النصر أو الاتحاد لتمت الصفقة حتى لو كانت ب 200 مليون يورو، أتمنى يكون في تحرك من الأستاذ خالد العيسى ومن الرئيس التنفيذي روان جولي ومن المدير الرياضي ليكون جورتون للدفاع عن حقوق الأهلي، في ظل أن الأهلي هو النادي الوحيد ضمن أندية الصندوق الذي لم يحصل على أي تدعيمات خلال فترة الانتقالات الحالية، ويتبقى فقط أقل من 30 يوم على انتهاء الميركاتو. في النهاية كل التوفيق للأهلي فيما هو قادم. يعطيك ألف عافية أخي الكريم، اشترك في القناة واعمل لايك للفيديو. كان معاكم أخوكم أحمد خالد وبرنامج خليك في الملعب. سلام عليكم.